يا مساء الخير، كل سنة وانت طيب يا صاحبي، ورمضان كريم. في الحقيقة الأجواء اللي قبل رمضان دي بالنسبة لي بيكون فيها شيء من السعادة لا يمكن وصفه، إحساس بالفرحة والخير والبركة. وقبل ما أبدأ الحلقة عاوز أقول لك حاجة مهمة. إن شاء الله هيكون في برنامج يومي في رمضان، فيه كل يوم حلقة بشكل يومي عن حدث تاريخي حصل في أيام رمضان طوال ال30 يوم. أحداث تاريخية وفتوحات إسلامية ومواقف حصلت في أيام رمضان أنت عمرك ما سمعت عنها، وفي منها اللي غير العالم كله. خلينا نخش في الموضوع على طول. صلي على النبي ويلا بينا. رمضان شهر الخير والبركة والإحسان، بس يعني إيه كلمة رمضان؟ أصلا رمضان هو اسم مش مقتصر على الإسلام فقط، هو اسم كان موجود قبل نزول الإسلام. وكلمة رمضان أصلها هو كلمة رمض، وهي شدة الحرارة. وفي رواية بتقول إنه تسمى وقتها بالاسم ده لأنه جه في وقت شديد الحر. وكمان الاسم مطابق مع طبيعة الشهر عند المسلمين، لأن جوف الصايم بيشتد حرارة من شدة الجوع والعطش، فيكون جوفه رمضان. وتعددت بقى الأقاويل أهل اللغة وتبادلت الآراء، واتقال كمان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة. فكلمة رمضان مصدر لرمض إذا احترق، أو من منطلق غسلها بالأعمال الصالحة. قالوا إنه مأخوذ من الرميد، وهو السحاب والمطر في آخر اليقظ وأول الخريف، فسمي رميدا لأنه يدرك سخونة الشمس. ورمضان يغسل الأبدان من الآثام، اللهم نولنا رمضان. وفي فريق تاني قال إنه ارتباطه بالاسم ده مش علشان جه في وقت شديد الحر، لأنه أوقات بيجي في فصول مختلفة غير الصيف، وإن السبب في التسمية اشتداد حر الظمأ لا اشتداد حر الشمس. والغريب بقى ان اصل كلمة رمضان اللي هي رمض والقائم على 3 حروف ر م وضاد. الغريب في الامر ان مهما تغير ترتيب حروفه يظل المعنى واحد في جميع الاشكال، وجميع الكلمات اللي هتتكون بتشير لمعنى واحد، وهو نوع من الشدة او النار والحر. ودي بقى من جماليات اللسان العربي. والكلمات اللي ممكن تتكون من أصل كلمة رمضان هي مضر، مرض، ضرم، ضمرة، فتصبح الكلمات ال6 مع رمض. ومع تغيير وقلب مكان جميع الحروف يظل المعنى في الشدة أو ما في فئتها. وده كان معنى كلمة رمضان وأصلها في اللغة. ربنا ينولنا وينولك رمضان. حلقتنا خلصت بس الكلام لسه مخلص، وعايز افكرك ان هيكون في برنامج يومي في رمضان بيتكلم عن حدث تاريخي حصل في نفس اليوم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان نتقابل ان شاء الله قريب في رمضان، واشوفكم على خير. سلام.